قلنا لكم اليمن والله ما هم شايفين حدا، اشمط ولا تبالي، بيعدوش للثلاث هذولا بالمرة. سلمت الأيادي الطاهرة، سلمت هذه القلوب الشجاعة، هذه الخطوات اليمانية الصادقة الثابتة تاج رأسنا. مطارات، قطارات، بحار، سفن، تخصص كل شيء. الجماعة مش شايفين حدا، مش شايفين حدا. نعم الأخ والله أنكم رجال هذا الزمان دام عزكم. بعدين ولا انت وياه لد ما انتوا نازلين تنظروا وقع في منطقة مفتوحة وحفر جورة، كونوا زلام وحفروا حفرة 1 سنتي او ارموا حجر. بعدين تعالوا خرفوا على الزاوية منك كيلو، على الزاوية ولا حس على الساكت تتفرج منك كيلو. على الزاوية دام عز هذه الأيادي اليمانية، هذه الأيادي الطاهرة النقية المخلصة الثابتة، دام عزكم والله. بعدين خلص غيروا اسم المطار، سموه مطار عز اليمن. اليمن مرت من هنا حطوا. تحياتي لليمن بكل ما فيها وبترابها الطاهر. تحياتي للشرفاء. قالوا أهل اليمن، قالوا صقور ما يهابوا المنية، قالوا رجال اليمن، قالوا والله عز من تحط على يمينك. رجال من ابن الأردن، حب كبير لأهلنا باليمن. يا جماعة الخير، بدنا نفجر هذا الفيديو. اضغط على القلب واترك تعليق، بدنا نفجر تفجير وين وصل هذا الفيديو. وبدي اطلب منكم طلب فزعه لمحبيني واهلي وناسي. هي اسمي بالبايو، حسابي الثاني تبع الشغل، بدي تفوتوا تفجروا حسابي تبع الشغل. الله يحييكم، وشوفوا الشغلات اللي بتجنن واللي مرتبه اللي عند ابن الاردن. اخوكم وحبيبكم، وانتم كلكم كل شخص وصل هذا الفيديو والله. ابو يمن وما ادراك ما ابو يمن، نعم الاخ والسند. يم الشايف قدامه 4 ايام معكم بتدخلوا المساعدات، ما دخلتوهم مش طرق. مش شايف قدامه، راجع وبقوة. عدنا والعود احمد. نعم الاخ والسند والله. سنشد عضدك بأخيه. والله لا يوجد كلام يوصفكم تاج رأسنا، لا توجد كلمات ومعاني والله تصفكم. الرجولة والشجاعة والكرامة والشهامة والأصالة، تاج الرأس وفخرنا يمن الإيمان دام عزكم. مش شايفين قدامهم وبيحسبوش لحد حساب الجماعة ولا شايفين حدا. والله تاج الراس، والله تاج الراس. تعلموا الشجاعة من أبو يمن، تعلموا. والزعقات عليهم احنا قلنا من زمان. تحياتي للشرطة. اليماني اللي في التعليقات يقولوا لي ليش أنت سعودي وتتكلم عن اليمن؟ أنتم ما تعرفون وش معنى اليمن. ترى اليمنية عندنا في السعودية بعضهم مهندسين، وبعضهم دكاترة، وبعضهم ماجستير، ولكن الظروف حدتهم. بعضهم تلقاهم في ورش السيارة بسبب الظروف، بعضهم تلقاه في المطاعم بسبب الظروف، بعضهم تلقاه مهاجر عشان بس يوفر لأهله، لأمه ولأبوه ولأخوانه لقمة العيش. اليماني تراه أهل كرم وشجاعة وهالنخوة. واليماني أنا أشوف إنه كسعودي قطعة من قلبي. اليماني لو صار لهالبلد شيء الله يحفظها ويحفظ ولاة أمرنا، أول من يوقف هو اليماني. لأن اليمن شيء لابد منه، أهل عزة وهالفخر رغم كل شيء صار لهم، رغم التهجير، رغم الاقتصاد، رغم قلة الأعمال، رغم كل شيء في البلد، إلا لأنهم ما زالوا مفتخرين في بلدهم، وما زال ويا ويلك تتكلم كلمة واحدة عن بلدهم. هذول اليمنية. لذلك أنا كسعودي بعد فوز منتخب اليمن على البحرين فرحت لهم من قلبي. واليمن والبحرين للسعودي معروف وش هم، لذلك من حقي أتكلم عن اليمن. درسوا معنا، وكلينا شربنا مع بعض، ورحنا تحفيظ القرآن مع بعض، وحضرنا مجالس العلم مع بعض، وطلبنا العلم مع بعض. أهل اليمن ترى ما عرفتوهم صح، عاشرهم واكتب لي في التعليقات. أما تتكلم عنهم لا، ما أرضى عليه. أهل عز وهالنخوة وفوق راسهم. والله يا أخواني، والله وطلع وبالله إذا تبى تحزم برجال، ولا هانوا الجميع وجميع الدول، لكن تحزم برجال اليمن. رجال مواقف
شهامة، كرم، يعني تظلمهم حقهم إذا يعني اثنيتهم، يعني الثناء أصلا يعجز.